لقاء حول الصحراء طردوا برلمانية مغربية وعضوا في المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، طردوهما بالقوة في تناف تام ومبادئ حرية التعبير. تفاصيل أوفى في تقرير زهير داودي. الممارسة الديمقراطية السليمة بما في ذلك الحرص القانوني على ضمان حرية الرأي والتعبير قيمة جوهرية منحها دستور السويد الصدارة، غير أن هذه القيمة الدستورية أنتجت فعلا عدوانيا مورسا في حق البرلمانية المغربية رقية درهم وعضو المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية لحسن المهراوي. لقد تم طردهما بالقوة من داخل البرلمان السويدي من طرف نواب الحزب الاشتراكي الديمقراطي والخضر الذين نظموا ندوة مفتعلة حول قضية الصحراء دعوا إليها انفصاليين وعلى رأسهم المدعوة أمينة حيدر. لما سمعنا خطاب أمينة حيدر الذي كان خطاب فقط أكاذيب وادعاءات وافتراءات قلنا لا يمكن أن نسكت على هذا، فطلبنا دقيقة فقط للرد فرفض منا وطردونا خارج القاعة. وهذا مؤسف جدا في بلد يدعي الديمقراطية ويقول أنه يعني بلد منفتح، ومن داخل قاعة هي قاعة برلمان التي من المفترض أن يكون فيها نقاش الرأي والرأي الآخر. الديمقراطية السويدية ممثلة في السلطة التشريعية لا ترغب إذن في سماع الصوت الوحدوي المدافع عن قضية الصحراء المغربية والمتمسك بمسلسل الأمم المتحدة من أجل تطبيق مقترح الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية. قمع حرية التعبير يضرب في الصميم دستور السويد. كان صراحة أمر مؤسفا أن نرى أن الديمقراطية التي تدعي أنها من الديمقراطيات العظمى في العالم أنها تقمع الرأي الآخر. يجب الاستمرار ويجب العمل في بالنسبة لتوطيد العلاقات مع ليس فقط حزبيا ولكن على جميع المستويات، المجتمع المدني، الحكومات، الأحزاب، كلنا معنيين بالقضية الوطنية وكلنا مسؤولون من أجل لن أقول تغيير موقفهم ولكن على الأقل تبيان الحقائق وتبيان قضيتنا الوطنية للرأي العام السويدي وللعالم بأسره. من المحقق إذن أن النواب البرلمانيين المنتمين لحزبي الاشتراك الديمقراطي والخضر المعروفين بتبنيهما الأعمى لأكاذيب الجزائر ودميتها البوليزاريو سجلوا وصمة عار في سجل الديمقراطية السويدية التي تعمدت إقصاء وجهة النظر الأخرى للأغلبية بشأن هذا النزاع الإقليمي المفتعل من طرف جنرالات الجزائر.